بيبدأ الفيلم بوجود بويكا أخطر مقاتل في العالم في السجن، وبيطلب منه واحد من الحراس إنه يجهز نفسه ويتدرب عشان في مباراة قتالية لازم يشترك فيها. في الوقت ده بنلاقي جورج واحد من أحرف الملاكمين الموجودين في العالم، كان بيشتغل في الإعلانات لأنه كان محتاج فلوس، بالرغم من إنه ما كانش بيحب مديره في الإعلانات. في الوقت ده بيظهر جاجا وهو واحد من أشهر رؤساء المافيا، وكان بيكسب فلوس كتير من مراهنات القتال اللي بيعملها في السجن الموجود فيه بويكا. وابتدت المباراة القتالية بين بويكا وواحد من المصارعين الموجودين في السجن تبدأ، وكان أغلب الموجودين في السجن بيشجعوا بويكا لأنه كان محترف وبينتصر على كل الخصوم بتوعه. وقدر بويكا انه ينتصر على المقاتل اللي قدامه ويحقق نصر جديد في سباق المراهنات الموجود في السجن. في نفس الوقت بنلاقي جورج بيروح الفندق بتاعه، وبنلاقي مجموعة من المجرمين ورجالة العصابات حطوا له مخدرات في الغرفة بتاعته قبل ما يوصل. بيدخل جورج الغرفة بتاعته وبيلاقي المجرمين بيهاجموه وينقضوا عليه، بيبدأ يهاجمهم، لكن الشرطة وصلت وابتدت تحقق في اللي حصل، وفتشوا الغرفة بتاعته ولقيوا فيها مخدرات فقبضوا عليه عشان يتقبض عليه ويدخل السجن ويكون جزء من قتال المراهنات اللي كان بيجيب فلوس كتيرة جدا لجاجا. جورج بيترحل للسور وكل الناس تعرفه، وهنا بويكا بيشوف جورج وبيحس ان هيكون في قتال قريب بينهم، وان وجوده في السجن كان لغرض معين وهو الاشتراك في قتال المراهنات. بيبدأ جورج يقابل مدير السجن ويقول له انه دخل السجن ظلم، لكن مدير السجن مش بيهتم بكلامه وبيقول له انك هتتعامل زي اي مجرم موجود في السجن. وابتدوا ياخدوا جورج ويسلموه لبس السجن، لكن الوضع ما كانش عاجب جورج، وطلب ان الميه اللي بيستحمى بيها تكون سخنه، لكنهم اتريقوا عليه فغضب عليهم وابتدى يضربهم ومحدش فيهم قدر عليه. لكن الحراس كانوا كتار واجبروا جورج انه يستحمى بالميه الساقعه. وبعدين جورج ابتدى يتحرك للزنزانة بتاعته، لكن أتباع بويكا ابتدوا يتعرضوا ليه، وواحد منهم حدف على وشه مية. جورج كان هيقتله لكنهم خلصوه من إيديه بالعافية. بيدخل جورج زنزانته، بيقابل زميله في نفس الزنزانة اللي اسمه ستيفن. اليوم اللي بعده جورج بيدخل مطعم السجن عشان ياكل. في الوقت ده بيدخل بويكا ورجالته المطعم، وكان المساجين متعودين يقفوا لما بويكا يدخل، لكن جورج مش مهتم ببويكا ومرضيش يقف له، فابتدى واحد من رجالة بويكا يروح لجورج عشان يقف، لكن جورج ضربه. ولما بويكا شاف كده جه لجورج وقال له انت بطل العالم بره السجن، لكن هنا انا البطل الوحيد ولازم تبقى تحت طوعي. وابتدى بويكا يهاجم جورج وقامت بينهم خناقه شرسه جدا. بعدها وصل البوليس وبعدهم عن بعض. في الوقت ده بيوصل مدير أعمال جورج يزوره في السجن، وطلب منه إن المحامي بتاعه يخلصه من السجن، لكن مدير أعماله قال له إن المحامي بتاعه أمريكي وما يقدرش يعمل حاجة لجورج لأنه مسجون في سجن روسي. في الوقت ده بنلاقي رجالة بويكا ماسكين ستيفن زميل جورج في ساحة السجن وبيضربوه، لكن جورج قدر يخلصه منهم ويضربهم. بويكا بيعرف إن جورج ضرب رجالته فبيروح لجورج وبيحاول إنه يتحداه وياخد حق أصحابه، لكن حراس السجن فصلوهم عن بعض. بعدين بنلاقي بويكا في مباراة قتالية مع واحد من مصارعين جاجا، وبيقدر ينتصر عليه بمهارة ويهزمه كالعادة، ويبص لجورج ويتحداه ويقول له ان الدور هيجي عليه. بعد عليه وبيربطوه، وبيدخل عليه مدير السجن وبيقول له ان الحل الوحيد عشان ترتاح في السجن. جورج بيرفض وبيقول له انه بطل عالم ومش ممكن يدخل في المقاتلات المشبوهة اللي موجودة جوه، لكنه بيرفض. فبيتلموا عليه وبيحاول واحد منهم يهدده بالقتل، لكن بيظهر راجل عجوز على كرسي متحرك اسمه كروت، وبدأ يتصاحب جورج على كروت الراجل العجوز. وفي الوقت ده بنلاقي رجالة بويكا بيحاولوا يقتلوا جورج، لكن صديقه كروت بينقذه، وجورج بيتقبض عليه ويترمي في الحبس الانفرادي. وفي قلب السجن الانفرادي كان من الحبس الانفرادي، وبيدخل زنزانته وبيلاقي جاجا في انتظاره ومجهز ليه اكل فخم جدا، وبيطلب منه انه يحارب بويكا وينتصر عليه، وفي المقابل جاجا هيخرجه من السجن. لكن جورج بيرفض وبيقول له انه هيخرج من السجن قريب لما مدير اعماله يتواصل مع المحامي بتاعه، لكنه بيتفاجئ ان مدير اعماله بيشتغل مع جاجا ومضى على اوراق قتال جورج مع بويكا يلعب مع بويكا. وابتدى جورج يدخل حجرة التدريب مع ستيفن زميله في الزنزانة، وبيقابل بويكا هو والمدرب بتاعه رجالة بويكا عشان بويكا ينتصر عليه بسهولة. في اليوم اللي بعده بيبدأ القتال بين جورج وبين بويكا، وبويكا قال لجورج انا هستخدم اسلوبك في القتال. في الوقت ده ابتدى بويكا يستخدم رجليه في القتال عشان يقدر ينتصر على جورج. كلمات رجالة بويكا. ومع بداية الجولة الثانية ابتدى جورج يدوخ في حلبة القتال، وبويكا قدر يهزمه وينتصر عليه. ولما فاق جورج كروت قال له ان سبب هزيمته هو المخدر اللي ستيفن حطه له في الميه. جورج اتعصب جدا وقام عشان ينتقم من ستيفن، لكنه اتفاجئ انه شنق نفسه وساب ليه رساله بيعتذر فيها لجورج على اللي عمله. لكن جورج حزن جدا على صديقه ستيفن
وابتدى يتحرك لمطعم السجن، وقابل بويكا وقال له ما تفرحش بانتصارك المغشوش لان رجالتك حطولي مخدر في الميه. بويكا اتفاجئ بالكلام ده لانه ما كانش يعرف ان رجالته حطوا مخدر خلال القتال. وبيظهر مدير السجن وبيحاول يفصلهم عن بعض، لكن جورج بيتعصب عليه ويضربه، وبنلاقي مدير السجن بيأمر الحراس انهم يربطوا جورج في ساحه السجن. بويكا بيروح لرجالته وبيقول لهم انه ما كنتش محتاج مساعدتكم عشان اكسب جورج، وتعصب على الرجاله بتوعه اللي عملوا كده وقتلهم. مدير الجاجا وجاجا بيقول له انا عايزك تتدرب كويس عشان تواجه بويكا في مباراه اخيره، لو كسبت فيها هخرجك بره السجن وتنال حريتك. جورج بيوافق لكن بشرط واحد، ان جاجا يجيب لكل المساجين اللي ساعدوه جواكت جديده تحميهم من التلج واللي يكروا دلوقتي. جورج بيسأل كروت عن سبب دخوله السجن، فقال له انه دخل السجن مكان اخوه اللي اتورط في قضيه كبيره وما رضيش يخلي اخوه يدخل التدريب مع جورج، وبيعلمه حركه قتاليه يقدر يخدع بيها بويكا ويقدر يكسر بيها رجل بويكا، لان قوه بويكا كانت في رجله. وبالفعل ابتدى القتال بينهم، وناس كتيره من المساجين كانوا بيشجعوا جورج لانه كان بيتعامل معاهم كويس، وكان السبب في ان جاجا يجيب لهم جواكت جديده. وفي بدايه القتال كان جورج وبويكا متعادلين وقوتهم واحده، لكن في خلال القتال وفي جولة القتال التانية ابتدى بويكا يفهم حركته ومسك رجل بويكا وقدر انه يكسرها. في الوقت ده بينهزم بويكا لأول مرة في تاريخه، وجورج بينتصر عليه. بعدين جاجا بيقابل جورج وقال له انك نفذت الاتفاق وكسبت بويكا وده وقت خروجك من السجن، واداله مكافأة مالية كبيرة عشان كسب بويكا. جورج اخد فلوس جاجا وراح بيها لمدير السجن وعرض كروت من السجن، وكروت قابل جورج اللي اشترى له بدلة جديدة وخلاه يروح لأول مرة يقابل بنت اخوه اللي ما شافهاش من سنين طويلة، وقابلها وهو في منتهى السعادة باللي عمله جورج عشانه. جورج بيسيبه وبيروح يرجع لبلد أمريكا وبيكمل حياته هناك. أتمنى تشترك في القناة معانا وتعمل لايك للفيلم. أبطال الفيلم هم مايكل وايت اللي بيقوم بدور جورج، وسكوت أدكنز اللي بيقوم بدور بويكا، ومارك إيفانير اللي بيقوم بدور جاجا، وإيلي دانكر اللي بيقوم بدور كروت. الفيلم من إنتاج 2006 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.